السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، وما كنتوا تكونون، مساكم الله بالخير أو صبحكم الله بالخير. اليوم بس حبينا ندردش معكم شوية عن الأجواء عندنا في كندا. مثل ما انتم شايفين احنا بعز النهار، شوف الشمس شلون طالعة وشلون لونها أحمر، وهذا السبب إن عندنا حرائق، صراحة حرائق هائلة بعدة مناطق. أنا صراحة صار لي سنين في كندا، أول مرة يعني تكون في حريق قريب حق المكان اللي أنا فيه. هو عموما ما كان في المنطقة اللي احنا فيها، هو منطقة تبعد عنا يمكن 4-5 ساعات، والحرائق صارت بعدة أماكن يعني غريبة صراحة. فجايتنا من اليمين والشمال، احنا المنطقة اللي احنا فيها بالنص، بس لأنها قوية قامت تقرب. يعني احنا الحين نشم ريحة الدخان وريحة الحريق، بس يعني فمثل ما قلت لكم احنا بعيدين عن المكان، بس بلش يقرب. يعني عندنا خلال 2-3 اذا ما وقفوا الحريق راح يكون في مشكلة يعني. فما ادري، ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، ان شاء الله يعني انهم يسيطرون على الحريق، لان في جتنا متخصصين من عدة دول يعني بالموضوع هذا، مع ان كندا متخصصة بهذه الاشياء بس جتها مساعدات يعني. بس صراحة يعني أول مرة أكون أنا يعني مكان يعني يكون الحريق قريب على يعني على بيتي أو على المكان اللي أنا ساكنة فيه، فإن شاء الله خير. فطبعا مثل ما قلت لكم، مثل ما أنتم شايفين الإحمرار هذا عشان النار اللي والعة في كندا، عشان كذي الشمس عندنا لونها أحمر. والحمد لله على كل حال. إن شاء الله بس إحنا ناطرين شوية المطر ينزل علشان إن شاء الله يعني تخف عملية الحريق. السلام عليكم. طبعا اليوم يوم جديد. الفيديو هذاك صورته أنا أمس، اللي هو وريتكم فيه الشمس. أنا حبيت أتابع يعني أشوف شو الوضع اليوم عندنا الدنيا فيها غيم، يعني مغيمة وايد، إن شاء الله يكون فيها أمطار. فشوفوا الهواء وفي ريحة مطر، إن شاء الله يا رب بس تمطر عشان تخفف لنا إن شاء الله، ودعواتكم معانا. ما شاء الله بلش تمطر. يعني مع اني انا صار لي زمان يعني فترة طويلة في كندا، بس عمري ما واجهنا موضوع الحرائق هذا. بس اول مرة تحصل معانا ان تكون الحريق قريب. يعني احنا طول النهار نشم ريحة الحرائق يعني، لان لو ما طفت خلاص يعني لازم الناس تطلع من المنطقة تروح مناطق ثانية. بس الحمد لله ما دام نزل المطر ان شاء الله خير. ما شاء الله تبارك الله، لا اله الا الله، اللهم صل النافع يا رب، تبارك الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. بصراحة يعني كمان مو بس عشان يعني الواحد يعني خايف أو شيء، ممكن الواحد يطلع من بيته يعني والله يعوض على الجميع يعني. بس حرام يعني هذه الأشجار. يعني تعرفون إن إحنا يعني هو اللي ينقي الأرض وينقي الهواء الأشجار، وكندا معروفة من أكثر الدول المليانة في هذه الأشياء. أنا لحد الآن مو فاهمة، هل هو في أحد يتسبب في الحرائق، ولا هي الحرائق هذه يعني بروحها يعني تولع؟ والله مو فاهمة، بس أعتقد في مسبب في كل دول العالم، خاصة المناطق صراحة، لأن تكون والعة هني ويكون العكس صحيح في منطقة ثانية بعيدة عن المنطقة اللي فيها الحريق تكون كمان والعة. يعني ما يميك سنس يعني نهائي. فالحمد لله يعني، لأن الأشجار مهمة يعني تنظف الأجواء، الأكسجين، يعني حرام يعني الحريق هذا صراحة حق البيئة حرام. بس الحمد لله. يلا سلام عليكم.